تعرضت للانتهاكات في جميع مناطق ليبيا تقريبا، من الجنوب للشرق والغرب. البداية كانت من الجنوب على يد جماعة مسلحة تعرف باسم كتيبة سبل السلام الوهابية، اللي أجبرني على مغادرة مدينة والتوجه لبنغازي. لكن إذا حط أن الميليشيات تتواصل مباشرة مع بعضها البعض، لو حطوا أي صحفي أو ناشط حقوقي أو شخص على قائمتهم السوداء فحيلاحقوه من خلال الميليشيات التابعة ليهم. في بنغازي تعرضت للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل كتيبة لواء طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة بالمنطقة الشرقية. مكان احتجازي كان أشبه بمزرعة ومش بمنشأة تديرها الدولة. كانت ميليشيا اللي اعتقلتني يتم تمويلها مباشرة من قبل الدولة الليبية. لمدة 4 أيام تم احتجازي بشكل تعسفي في بنغازي. 4 أيام من التعذيب وحلق الشعر والإذلال النفسي والإهانة المطلقة لكرامة الإنسان، وكان في تعذيب بالساق الكهربائي وتعذيب لفظي. وكان التعذيب يتم في فترات تبدأ من الساعة 1 للساعة 5 الصباح. أجبرت على ترك عائلتي وأصدقائي وكل عملي في ليبيا. تلقيت تهديدات بالقتل، شيء هذا أثر نفسيا علي. فعشت في المنفى بعيد عن الجميع، وعانيت من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. توا حتى وأنا موجود في المنفى مرات تتبع فيا الميليشيات هذه برشوة الضباط هنا. عندي إصابات من جراء التعذيب وما فيش تأمين طبي لبدء العلاج. على الرغم من مرور السنين ما زالت وراي حالة الخوف والرعب.